بتبدأ الحكاية. طالب ثانوية مرعوب وعمال بيجري من قاتل مجهول بيطارده، بيمسك تليفونه وبيحاول يتصل بأي حد يساعده، ولكن كل محاولاته بتفشل. بيجي في باله واحد من صحابه بيقرر فعلا انه يستنجد بيه، بيقول له انا اسف لكن مفيش قدامي حل غيرك. بيكمل جري ولكن للأسف بيوصل على طريق مسدود، وبما انها خربانة بيحاول يدافع عن نفسه وبيستخدم قدرته بيهاجمه بيها، ولكن التاني بيستعمل قدرة اختفاء وبيتفادى كل ضرباته، وبعدها وبضربة خنجر بيخلص عليه الواد. ساعتها بيقع على الأرض وبيجرسله على تليفونه انه خلاص خسر، وبيظهر قدامه القاتل واللي بيبقى لابس لبس باندا. بيجي الصباح وده بقى هو بطلنا كنامي، بيجي له صاحبه بيقول له انه مؤخرا بدأت تنتشر رسومات لأشكال جثث غريبة، والناس كلها بتقول ان في شخص واحد هو اللي بيعمل الفن ده. بيقطعهم صاحبهم كيودا وهو قلقان وبيسألهم اذا كان حد شاف هامدا النهارده. بيعرفوه انه ما جاش كيودا وقتها بيهيأ اكتر، وهم بيتكلموا كنامي بيفتكر ان هامدا كان بعت له رسالة امبارح بيفتحها ويلاقيها عبارة عن لينك لعبة مجانية اسمها داروينز جيم. بيخمن ان اكيد صاحبه هامدا كان سهران عليها علشان كده ما جاش النهارده. كيودا لسه هيحذره ولكن بيفوت الاوان كنامي بيدوس على اللينك، وفي اللحظة دي بيخرج ثعبان غريب من التليفون وبيعضه من رقبته. كنامي بيحس بحاجة غريبة وبعدها بيغمى عليه، وفي نفس الوقت بيوصل اشعار لمختلف اللاعبين ان في لاعب جديد باسم كنامي سجل على اللعبه. وبعد شويه كنامي بيصحى في عياده المدرسه وبيبقى في علامه غريبه اتكونت على رقبته. الممرضه بتديله قلم وورقه علشان يمضي، وفي خلال كده القلم بيقع منه فبينزل يجيبه من على الارض، وبعدها يمضي. بيخرج وبيلاقي اصحابه مستنيينه، ولكن كيودا بيبقى عمال يتصرف بغرابه. بياخده على جنبه وبيقول له انهم لازم يتكلموا بخصوص اللعبه اللي هامدا بعتها له. بيحذره كمان انه ما يقولش اسمها قدام اي حد وما يعملش اي حاجه لحد ما هو يجيله ويشرح له كل حاجه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وجوه الاوضه الممرضه بتتفاجئ بنسخه تانية من نفس القلم وبتستغرب هو ازاي يجي هنا. بيعدي اليوم وكنامي في القطر بيبقى عمال يفكر في كلام كيودا وتصرفاته، ولكن بيقول دي مجرد لعبه، ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ وفجاه بيجيله اشعار من اللعبه بان العد التنازلي للمعركه الاولى على وشك ان يبدا. بيستغرب من المعلومات المكتوبة وبيلاقي ان خصمه شخص لابس طقم باندا. بيضحك وبيقول اكيد نكتة، ايه اللي يخليني اتحارب مع باندا؟ بيبص قدامه والمفاجأة انه بيلاقي الباندا قدامه وبيطلع معاه خنجر وبيبدأ يقرب عليه ببطء، وكنامي بيقول اكيد ده مقلب، وبدون اي مقدمات بيطعنه وكنامي بيتفاداها في اخر لحظة. يا ابن المجنونة انا عملت لك ايه؟ بيهاجمه تاني، وكنامي في اللحظة دي بيزقه وبسرعة بيخرج من القطر وبيبدأ يجري، لكن التاني وراه كأن في بينهم مطاردة. كنامي مش قادر يستوعب اللي بيحصل، وزي ما اغلبنا بيفكر اول حاجة بتيجي في باله انه يستنجد بالشرطة، وفعلا بيلاقي قدامه شرطي وبيقول له ان في باندا مجنون بيحاول يقتله. الشرطي بيشوفه ولسه هيوقفه، لكن الصدمة ان الباندا بيطلع الخنجر وبيخلص عليه. يا نهار ابيض، الباندا حرفيا مجنون ولسه هيخلص على كنامي، لكن في الوقت ده السهم بيضرب عليه. كيودا وصل في اخر لحظة وانذه وبيقول لكنامي يهرب بسرعة لحد ما الوقت يخلص، وبكده هو اللي هيفوز. في الوقت ده الباندا بيبدأ يستخدم قدرته من تاني وبيختفي من قدامهم. كيودا هو كمان بيفعل قدرته وبيقدر يشوفه وبيصيبه تاني، ولكن الباندا بيجري عليه وبيطعنه هو كمان. كيودا بيطعنه من تاني ولكن الباندا لسه ما ماتش، واسرع كنامي بياخد كيودا وبيهربوا من المكان. ورأى كنامي يحاول الاتصال بالإسعاف، لكن المحاولة تفشل ويظهر له أن الرقم غير متاح في الوقت الحالي. كيودا يقول له مفيش فايدة، بمجرد ما تبدأ اللعبة لا يمكنك التواصل مع أي شخص خارجها. هذه هي لعبة داروين. كنامي لم يكن مستوعبا ما يحدث، وبنفس الوقت يصل الباندا للمبنى. يكاد كنامي يجن ويتجاهلهم، لكن يصله إشعار مفاجئ من شوكا تخبره بمكانهم وقدرتها على مساعدتهم. في هذه اللحظة يدرك كنامي الكارثة، وهي أن اللعبة بالتأكيد فيها خاصية تحديد المواقع. نعم يا صديقي، الباندا كان طوال الوقت يعرف مكانهم ويبدأ في الاقتراب منهم، وكنامي في ذلك الوقت يأخذ صديقه وينزلان إلى الجراج. الباندا ينزل خلفهم لكنه يظل يبحث عنهم بين السيارات. حينها أدرك كنامي أن التطبيق يحدد المنطقة دون تحديد موقع اللاعب بدقة، لكن العثور عليهم مسألة وقت. قال له كيودا اهرب وسأنتظرك، فالتطبيق يحدد مكانك أنت فقط، وبقائي معك خطر. وفعلا يا صديقي كنامي يقتنع ويقول له انتظرني هنا، وعدك أني سأنهي هذه اللعبة وبعدها سأطلب لك المساعدة. يذهب إلى الباندا ويقرر أن يستدرجه إلى مكان بعيد حتى لا يجد كيودا، وفعلا تنجح خطته. يبدأ الباندا بملاحقته. المشكلة الآن هي كيف سيتعامل معه ومع قدرته على الاختفاء. ومن الناحية الأخرى كيودا كان قد كذب على كنامي وجعله يعتقد أن إصابته ليست خطيرة، ولكن يبدو أنه بالفعل يودع الحياة. ونكتشف أيضا أن قدرته هي أنه يستطيع رؤية هالات الأشخاص، ومن نظرته هذه المرة كانت هالة كنامي هي أقوى هالة رآها في حياته. وفي نفس الوقت كنامي يختبئ داخل الخزانة،
ويبدأ الباندا باستخدام قدرة الاختفاء، حيث سرق المسدس من الشرطي ويطلق النار على الخزانة. فجأة يفاجئه كانامي برش طفاية الحريق ليحدد مكانه وسط الدخان ويضربه، لكن الباندا يهرب مفعلا قدرته مجددا ليختفي تماما. حينها يلتقط الباندا الخنجر ويقترب منه تدريجيا، وكانامي غير قادر على رؤيته، ويبدو أن هذه هي النهاية. ولكن في تلك اللحظة وبمحض الصدفة تأتي سيارة مسرعة من خلفه وتدهسه حرفيا، ولأنه كان مختفيا لم يعرف من في السيارة ما الذي صدموه بالضبط، ويقررون أن يأخذوا بعضهم ويكملوا طريقهم. في تلك اللحظة يصل إلى كانامي إشعار من اللعبة بأن وقت المباراة قد انتهى، وطبعا الفائز فيها هو كانامي. نعم يا صديقي، كانامي فاز لأنه كان محظوظا ليس أكثر. في ذلك الوقت يبدأ الباندا بالضحك ويقول له: لا أصدق أنك خسرت أمام مبتدئ لا يعرف حتى كيف يستخدم قدرته، أنا فعلا حظي سيء. حينها تظهر مربعات غريبة ويتلاشى جسد الباندا تدريجيا. يسأل كانامي برعب: ما هذه اللعبة؟ وماذا يحدث؟ يضحك الباندا قائلا: لا تقلق، ستدمنها بمجرد اعتيادك عليها، على أي حال لا مهرب من هنا. فيختفي جسده تدريجيا حتى يموت، تاركا أثرا يشبه الفن الذي رأيناه سابقا. وهنا عرفنا مصدره. يرتعب كانامي ويتصل فورا بالإسعاف لإنقاذ صديقه. يصل كيودا للمكان فلا يجده، بل يجد نفس أثر الجثة الذي رأيناه منذ قليل. ينظر في هاتفه ويجد رسالة من كيودا يقول له فيها أن يصمد ولا يستسلم. نعم، صديقي كيودا مات نتيجة الإصابة. كانامي بمجرد أن يرى رسالته ينهار على الأرض ويظل يبكي على وفاة صديقه. على الأرض يظل يبكي على وفاة صديقه. وفي نفس الوقت يصل إشعار لمختلف اللاعبين بأن كانامي تمكن من الفوز على صياد المبتدئين، والذي اتضح أنه كان الباندا. كانامي يصبح منهارا ويتلقى إشعارا من اللعبة بأن مستواه قد ارتفع واكتسب مهارة جديدة. ولكن في المقابل صديقيه الاثنين كيودا وهامادا قد ماتا كلاهما. يظل جالسا ولا يعرف ماذا يفترض أن يفعل. ينظر في التطبيق ويجد أن لديه 40 نقطة. يجرب أن يشتري سلاحا بالنقاط، وبالفعل لا تمر ثانية حتى يجد صندوقا وصل إلى بابه. يفتحه ويجد المسدس الذي طلبه. في تلك اللحظة يدرك كانامي أخيرا أن كل شيء حقيقي. وعلى الجانب الآخر وداخل منطقة شيبويا نرى واحدة من العشائر الجديدة تدعى عشيرة إيس تهاجم عشيرة أخرى وتستولي على منطقتهم. نائب الزعيم يكون مصابا ويقول لهم إنه من المستحيل أن يسكت زعيم العشيرة على ما فعلتموه، لكن قائد عشيرة إيس يضحك ويطلب منه أن ينظر حوله. والمفاجأة يا صديقي أنهم كانوا قد قضوا على الجميع، وهو آخر واحد متبقٍ، حتى زعيمه قضوا عليه. الآخر يظل يصرخ ويبكي، لكن في النهاية يقطعون له كل أصابعه ويقضون عليه هو أيضا. وبذلك أصبحت عشيرة إيس رسميا هي المسيطرة على منطقة شيبويا. نرجع الآن إلى بطلنا كانامي الذي قرر أن يلتقي بالفتاة التي تواصلت معه عندما كان يقاتل الباندا. هي الوحيدة اللي يمكن أن تساعده. مكان اللقاء يكون مصنعا مهجورا، ويجد ورقة مكتوب عليها أن يدخل ولا يخاف. يدخل بالفعل، والمكان يبدو مريبا وواضح أنه مفخخ، لكن لم يكن أمامه خيار سوى أن يكمل. يصل إلى المكان ثم يسمع صوتها تقول له أن يتوقف هنا. يسمع صوت سلاسل غريب وفجأة يجدها أمامه، وهذه شوكا يا صديقي. استغرب وصولها وسألها إن كانت ستخبره بكل شيء عن اللعبة. قالت: ليس قبل التأكد من ثقتك، لكن بما أنك قطعت هذه المسافة سأجيبك على سؤال واحد. كانامي يفكر، وأول سؤال يخطر بباله هو كيف يمكنه الانسحاب من هذه اللعبة، لكن شوكا تصدمه وتقول له أنه لا توجد أي طريقة يمكنه الانسحاب بها من هذه اللعبة. الحل الوحيد هو أن تموت. كانامي لا يصدق أنه لا توجد طريقة، ويقول لها: أنا لا أريد أن أقاتل أحدا. ألا توجد طريقة لتجنب اللاعبين؟ هناك، لكن كما قلت يجب أن أتأكد من ثقتي بك. تسأله عن السجل الخاص به. كانامي يقول لها أنه لا يعرف ما هو هذا السجل. تبدأ تشرح له وتقول له أن السجل هو القدرة التي تكتسبها بعد أن يلدغك الثعبان، كما رأينا يا صديقي مع قدرة الاختفاء عند الباندا وكيودا. تقول له حتى لو لم يخبرك أحد عنها فلا بد أنك ستشعر أنك قادر على استخدام قدرتك وكأنك ولدت بها. هي بالضبط مثل التنفس. ولكن كانامي أيضا لا يزال لا يعرف ما هي قدرته. تقول له ببساطة: إذا فتحت ملفك في اللعبة ستجدها مكتوبة. ينظر بالفعل، لكنه يقول لها أنه لا توجد أي قدرة مكتوبة له. اللعبة كتبت له ايرور. في تلك اللحظة تتحول عينا الفتاة ويبدو أنها لا تضمر له خيرا. تظن أنه يكذب وتقول له: أرني ما في حقيبتك، إذا لم تجد فيها سلاحا سأدعك تذهب هذه المرة. ومن حسن حظ بطلنا الفأر هذه المرة كان قد اشترى صاعقا وبعض الأشياء ليدافع بها عن نفسه. يقول لها: طبعا لو أقسمت لك أن نيتي طيبة لن تصدقيني. شوكا تقول له: إذن هكذا قررت. للأسف مضطرة أن أقتلك. ترسل له تحديا، وهكذا تبدأ المباراة بينهما، إما قاتل أو مقتول. في ذلك الوقت كانامي يخرج معه الشاف الضوئي ويهجم به. يبدأ بالجري نحو البوابة، لكن شوكا تخرج جهاز التحكم وتحاول إغلاق الباب.
ومن حيث لا يدري فجأة يهاجم بسلاسل من ظهره. لو تأخر ثانية واحدة لكان الآن ميتا. وهذه هي قدرتها يا صديقي، تستطيع التحكم في السلاسل وكأنها جزء من جسدها. كانامي يحاول أن يختبئ في أي مكان، لكن شوكة تشغل جميع الأنوار وتكشف كل الأماكن فتجدها تهاجمه باستمرار. وكانامي غير قادر على فعل أي شيء سوى تفاديها. يحاول استخدام الصاعق الذي اشتراه، لكن للأسف شوكة تلاحظه بسهولة وتدمره له وتقول له: هل هذا كل ما لديك؟ وأنا كنت أتهاون معك فقط لأعطيك فرصة لتستخدم قدرتك. يبدو أن هذه هي حدودك. تهاجمه مرة أخرى، وكان يتجنبها مجددا، لكنه لا يزال لا يعرف ما الذي يجب عليه فعله، وهو يهرب يقول: هذه إذن هي قدرتها. للأسف لم تمنح لي أي قدرات. يظل يلعن حظه وهو يهرب ويقول: في البداية تورطت في اللعبة بالخطأ، ودلوقتي سأموت على يد لاعبة قوية من غير حتى ما أعرف ما هي قدرتي. يبدو أن هذه هي نهايتي. في هذا الوقت تظهر شخصيته الثانية ويرفض أن يتقبل الواقع، ويرفض أن يموت بهذه الطريقة، ويقول: لو فقط كان معي شيء، لو فقط كان معي سلاح كنت سأستطيع المواجهة. في هذا الوقت يجسد مسدسا ناريا في يده ويطلق عليها النار، لكنها تتفادى الرصاصة، ولم يكن يعرف كيف جاء هذا المسدس إلى هنا وهو قد تركه في البيت. يستغل فرصة أنها مشتتة بسبب الرصاصة ويذهب ليختبئ، ويعرض عليها أن يعتبروا هذا تعادلا، لكن الفتاة تصاب بالجنون وتبدأ تهاجم في كل مكان لإخراجه من مخبئه. كانامي يصاب ويحاول أن يفكر في خطة تخرجه من هذا المأزق. يتذكر كلام شوكة عندما قالت له: حتى لو لم يخبرك أحد ستشعر أنك قادر على استخدام قدرتك وكأنك ولدت بها. يتذكر تجسيده للمسدس وتمنيه لسلاح حينها، فجسد أقوى سلاح يعرفه. تتغير ملامحه بفكرة جديدة تزامنا، تحدد شوكة موقع إطلاق نار وتتجه نحوه، لكنه تمويه، إذ يثبت المسدس موجها للكابينة ويشد الشريط، يضغط الزناد فتنقطع الكهرباء. وسط الظلام وشوكة لا تدري بنيته يباغتنا جميعا، ويندفع نحوها متفاديا ضرباتها ليسقطها بصاعقة، ثم يشهر مسدسه وبخفة يأمرها بإلقاء سلاحها وتنفيذ أوامره. كانامي ثبتها حرفيا وقال لها: أنا ما أعرفش حاجة عن اللعبة، ألغي التحدي، وكده إحنا الاتنين هنعيش، أكيد مش عايزة تموتي دلوقتي. شوكة بتتفاجأ وبتتأكد إنه فعلا ما يعرفش أي حاجة عن اللعبة، وبتعجب بيه وبتاخد قرارها. بتقوله: بمجرد ما اللعبة تبدأ ما تقدريش تلغيها، بس في طريقة علشان تنهي المباراة، وهي إنها تعلن استسلامها له، وكده تبقى خسرت وبتخصم من نقاطها لصالح كانامي. كانامي هو الفائز. كانامي أول ما بيعرف إن خلاص مفيش حد فيهم هيموت بيرتاح وبيغمى عليه. وعلى الناحية التانية بنشوف وسيط معلومات وهي بتحلل في كانامي، وبتقول إنه مش بس قدر يهزم صياد المبتدئين البندق، لا وكمان فاز على شوكة الملكة الغير مهزومة. قدرته من الدرجة الأولى وعمري ما شفتها قبل كده. بتتحمس وبتقول: معلومات زي دي هقدر أبيعها بفلوس كتيرة. وبعد شوية كانامي بيصحى وشوكة بتكون نقلته لبيتها وكمان عالجت إصاباته. بتجاوبه على السؤال اللي كان سأله، وبتقوله إن في حاجة اسمها ملجأ وبيستخدمها اللاعبين القدامى علشان يتجنبوا المعارك. الملجأ ب10 نقاط وبيدوم لمدة أسبوع، وفي المدة دي اسمك مش هيظهر على لائحة المباريات، ولكن عيبه إنه لو في عدو واقف قدامك وتحداك في مواجهة مش هتقدر ترفض. بتقوله يلقي نظرة على نقاطه. كانامي بيلاقي إنهم زادوا لست 150 نقطة بعد ما هزمها. تعرفوا كمان انه يقدر يبدلهم بالفلوس، ولكن بتنصحه انه يصرف النقاط بحذر، ومن باب التجربة بيجرب يبدل 10 نقاط بالفلوس وهم خارجين. شوكة بتقترح عليه انهم يكونوا عاشقين،